كابتن هوار، حياك الله واهلا وسهلا بك. انتهت 6 مباريات من تصفيات، احنا بالمركز الثاني، شلون نشوف حظوظنا؟ والله ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء يعني ان شاء الله حظوظنا تقربت ان شاء الله يعني. تعرف هسه ثاني على المركز الثاني في المجموعه. يعني يمكن فرق نقطتين على المنتخب الاردني، يعني لازم نكون حذرين في هاي الاربع مباريات. عندنا امل وان شاء الله عندنا ثقه بالكادر وعندنا ثقه باللاعبين، وان شاء الله لازم يركزون في هاي الاربع مباريات. تعرف هاي الفرصه يمكن هاي الاربع مباريات ما في لا سمح الله تعثر في بعض المباريات، يمكن ترجعك الى مركز الثالث، وتعرف بطاقة ثالثة راح تواجه منتخبات قوية في غير المجموعات. لأن هذا ما نتمنى إن شاء الله مباشر أول أو ثاني صعودنا إلى كأس العالم. ممكن صار غضب كبير من الجمهور العراقي بعد التعادل امام الاردن، يعني شلون شفت هالحاله اللي صارت؟ ذب اللوم على الكابتن يونس محمود صراحه، لا كلها حمله الكابتن يونس محمود الموضوع. لا للأمانة كابتن يونس يعني بريء في هذا الموضوع. تعرف يعني جمهور يقول أنا 65 ألف متفرج بالملعب، يمكن قبل يومين ثلاثة نايمين، يقول هذا قدام بلدي وقدام جمهور وملعبي، يعني منتخب ما قدم أكيد راح يكون شوية ضجة في بعض الأمور على اللاعبين وعلى المدرب. والحمد لله أهم شيء ما خسرنا 3 نقاط مع الأردن في المباراة في البصرة. يعني ما قدمنا يليق باسم العراق في التصفيات، والحمد لله عوضنا في مباراة عمان واخذنا 3 نقاط، هاي اهم شيء. وان شاء الله القادم افضل، يمكن هاي الفرصة ما تتعوض لنا وحشيتها اكثر من مرة. ومتفائلين ان شاء الله، هو هدف كل عراقي صعودنا الى كأس العالم. كابتن هوار بصراحه كل ما انتم جيل 2007 كل ما تنطوا رايكم شيء، كل ما تحكون شيء قالوا هم جيل 2007 او شيء، يعني ليش دائما ينتقدكم وينتقد انجاز 2007 البعض؟ لا هذا شوف، هذا اول شيء نحن هذا البلد وصلنا، هذا الولد يعني اكو ناس يمكن ما يعرف هذا البلد وصلنا للنجوميه، وصلنا للمال، لكل شيء. شلون قلوبنا ينطينا ونحن ادينا امانه مالتنا خلاص. انا اخو ما راح العب هسه حاليا مكان فلان وفلان، يعني هذا لازم، هاي الافكار لازم يشيلوها من بالهم. الا حشاك، هاي الكلمه الا حشاك هذا مو نظيف، او حليبه مو طاهر، اللي ما يريد منتخبه يفوز او بلده ينجح، هذا مستحيل بالنسبه لنا. كأس الخليج قادمة، شلون نشوفها؟ تحضيرات منتخبنا ايش نحتاج؟ والله نحتاج يعني تعرف انت بطل النسخه القادمه لازم تكون بصوره جيده في هذه البطوله. تعرف بطوله خليج، شفت هسه منتخبات مثل اماراتنا اذا يقدم مستويات جيده في التصفيات، حتى عندك من مجموعتنا اليمن والسعوديه والبحرين، راح تكون مجموعه صعبه. بس اتمنى يعني المدرب هو راح يختار الخيارات في هاي البطوله، يمكن راح يضيف بعض اللاعبين في المنتخب، واتمنى الموفقيه لهم ان شاء الله. برايك منو الافضل، يضيف لاعبين جدا يجرب هالفتره بالبطوله تجرب لاعبين، او يعتمد على التشكيل اللي لعبها بالتصفيات؟ والله شوف يعني هاي البطوله مو في فدي، يعني اكو بعض اللاعبين ما راح يشاركون في هاي البطوله، تعرف ارتباطاتهم بالانديتهم. بس اتمنى يعني يشوف بعض اللاعبين يستحقون في الخليج.